صباح الفل عليكم. حلقة جديدة من حلقات يوم جديد. كالعادة احنا في الجزء الأول من حلقتنا بيكون معانا مجموعة من أهم الأخبار خلال الأسبوع الماضي في مختلف المجالات، بقى سياسة، اقتصاد، فن، رياضة. هنشوف الأخبار اللي معانا إيه النهاردة. وفي الجزء الثاني من حلقتنا هيكون ضيفي الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين، هيكلمنا عن أهم المتاحف في محافظة القاهرة. دي موضوعات النهاردة. هنطلع نشوف أغنية ونرجع وأقول لكم أخباري النهاردة إيه. شايفاه في عيالها. يحيى الشعب اللي انا منه، تحيا مصر وابطالها، تحيا الارض اللي شالتنا، يحيا الحضن اللي لمنا. مصر هوانا وميتنا وما فيش غيرها اللي همنا. تحيا وشعب وارض مصر، عاشت مصر. تحيا بلادي العربية، بلد بلد عمر الدم ما هيبقى مية لأبد الأبد. تحيا بلادي العربية، بلد بلد عمر الدم ما هيبقى مية لأبد الأبد. تحيا مصر اللي آملها دايما شايفاه في عيالها. يحيى الشعب اللي أنا منه، تحيا مصر وأبطالها، تحيا الأرض اللي شالتنا، يحيا الحضن اللي لمنا. مصر هوانا وميتنا وما فيش غيرها اللي همنا. تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر، عاشت مصر. طيب احنا طبعا الاخبار الاقتصاديه بتهمنا اكيد، لان اكيد هي كمان الاخبار الاقتصاديه هي اللي بتهم المصريين. واول خبر معانا عن مشاركه مصر في النسخه الثانيه لمنتدى العمل العالمي من اجل التنميه المشتركه، والقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لكلمه مسجله في افتتاح المنتدى اللي عقد في بكين العاصمه الصينيه في الفتره من 11 ل 13 يوليو. أعرب رئيس الوزراء عن خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي. وأعرب في ختام الكلمة عن تطلعه إلى أن يسفر المنتدى عن الاتفاق على توصيات تمهد الطريق لإقامة شراكات بناءة في مختلف المجالات بين الجانب الصيني وكافة الدول والمؤسسات المشاركة في المنتدى، منتدى العمل العالمي من أجل التنمية
المشتركة الذي عقد في بكين زي ما قلنا في الفترة من 11 ل 13 يوليو. معايا على الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ صباح الخير يا أستاذ حسن، وتعليق حضرتك على هذا المنتدى وأهم ما أسفر عنه مشاركة مصر وأهم نتائج مشاركة مصر في هذا المنتدى. يعني هي المشاركة المصرية بالتأكيد ضرورية وهامة جدا. مصر حريصة على التواجد في كافة الفعاليات العالمية سواء الاقتصادية أو السياسية أو العلمية أو غيرها. مصر دولة محورية كبرى وطرف أساسي مفيش كلام في ذلك في كل الفعاليات الدولية. من هنا بيأتي الحرص المصري على المشاركة بإيجابية وفاعلية في مثل هذه المنتديات، أولا لضرورة التواجد المصري، ثانيا لأن مثل هذه الفعاليات بالتأكيد بيكون لها نتائج طيبة ومثمرة على شعوب الدول المشاركة فيها بشكل عام، ومن بينها بالطبع وبالقطع الشعب المصري. ومن هنا مثل هذه المشاركات تفتح أبوابا وآفاقا هائلة أمام الاستثمار الأجنبي بكافة جنسياته ومجالاته المختلفة، وبتفتح آفاق عالية جدا للتعاون الاقتصادي سواء على مستوى الحكومات أو الشعوب أو الشركات ورجال الأعمال وغيرهم، وأيضا تفتح المجال لخطط تنموية شاملة تأخذ الشكل الدولي أو شبه الدولي، بحيث لا تكون التنمية مقتصرة على دولة بعينها، وإنما يمكن أن تستفيد منها 5 أو 7 أو 8 دول في وقت واحد من خلال خطط تنموية مشتركة ومتبادلة وقائمة على نوع من أنواع التكامل أو التجانس. أيوة. فدي أمور هامة جدا وجديدة على عالم الاقتصاد وعالم التعاون والتعايش السلمي بين الشعوب والحكومات المختلفة. وأيضا من النقط المهمة أن هذا الحدث أو الفعالية التي شاركت فيها مصر من خلال كلمة رئيس الوزراء المصري الدكتور مدبولي أقيمت في الصين وفي بكين العاصمة الصينية. ده أمر هام جدا لأن الصين قوة اقتصادية عالمية هائلة، لابد من التعاون الوثيق معها بحيث تعم الفائدة على الجميع. أيوة. ولا نكون يعني متواجدين في دائرة اقتصادية ضيقة بعينها. طيب احنا طبعا أمر جيد جدا. ايوه، احنا طبعا الصور اللي احنا شايفينها معانا على الشاشة هي منتدى الأعمال الصربي المصري كمان. طبعا مفهوم. انا بتكلم بشكل عام على صحيح، انا برضو عايزه اتكلم عن هذا المنتدى واهم نتائجه. طبعا احنا لينا علاقات تاريخيه وثيقه مع الصرب عندما كانت تسمى بيوغوسلافيا من خمسينيات القرن الماضي. أيوة. واحنا والصرب انشانا حركه عالم عدم الانحياز والانحياز الايجابي سواء بالتوجه السياسي او الاقتصادي او العالمي والدولي، وفي مراحل خمسينات الستينيات والسبعينات والثمانينات القرن الماضي. وبالتالي فلدينا علاقات قوية وخاصة جدا بدولة الصرب، وأوجه تعاون متعددة بيننا شملت جميع المجالات. ومن الأهمية بمكان أن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه بالقوة، لأن هي بالتأكيد إلى حد كبير تأثرت ربما في ال20 عام الماضية أو ال25 عام الماضية بسبب ظروف الحرب الأهلية في يوغوسلافيا والتقسيمها للدول وغيرها. وبإنتهاء هذه المشاكل والأمور عادت العلاقات الطبيعية بين الصرب والعديد من بلدان العالم ومن بينها مصر. ونحن نمتلك دائما علاقات دافئة وقوية مع الصرب وتتسم بطابع قوي وعاطفي وإنساني. ومن هنا يتوج كل هذه الأمور بالمصالح الاقتصادية، وهذا هو الأهم، ويتوج بعودة التعاون مرة أخرى كما كان في عنفوان وفي القرن العشرين. فهذا أمر بالغ الأهمية سواء بالنسبة لمصر أو للصرب على السواء، وله انعكاساته الإيجابية جدا. صحيح، واضح ان الاسبوع ده يعني كان فيه نشاط اقتصادي كبير. الكاتب الصحفي استاذ حسن بديع، شكرا ليك يا فندم، صباح الخير على حضرتك. طيب الخبر الثاني يعني برضو في طاقة امل كده وتفاؤل. صندوق النقد اعلن انه التضخم في مصر
انخفض لأقل من 28%، وده بسبب الإصلاحات الاقتصادية. صرح صندوق النقد يوم الجمعة الماضي أن معدل التضخم في مصر انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 28% في شهر يونيو 2024. ده من نسبة تضخم كانت بتبلغ 35.6% في شهر فبراير الماضي، وذلك نتيجة جهود الإصلاحات الاقتصادية. كمان احنا كان المفترض انه يوم 10 يوليو كان مدرج على قائمة اجتماعات صندوق النقد مناقشة الشريحة الثالثة للقرض بقيمة 820 مليون دولار، لكن هذا الاجتماع او يعني مناقشة القرض تم تأجيلها إلى 29 يوليو القادم، يعني من خلال هذا الشهر. طيب الخبر بقى كمان اللي معانا النهارده وبيعتبر من اهم الاخبار واللي كانت يعني عليها اهتمام كبير جدا على السوشيال ميديا هو شهد سعيد وقرار اللجنه الاولمبيه باستبعادها من المشاركه في أولمبياد باريس 2024. أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ثبوت مخالفة اللاعبة شهد سعيد للضوابط واللوائح والأعراف والقيم والأخلاقيات الرياضية خلال سباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة غير المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية، واللي كان مقام في مدينة السويس يوم 27 إبريل 2024. وكمان أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بمعاقبة اللاعبة شهد سعيد بأقصى عقوبة منصوص عليها باللائحة التأديبية للاتحاد الدولي للدرجات، وهي أولا استبعادها من سباق الجمهورية وحذف نتائجها، ثانيا إيقافها لمدة عام من المشاركة في المسابقات محليا وهي أقصى مدة للإيقاف، ثالثا إلزامها بسداد مبلغ 100 فرنك سويسري وهو أقصى غرامة منصوص عليها أيضا في اللائحة التأديبية، وبناء على إيقافها مش هيكون ليها الحق في المشاركة في أولمبياد باريس 2024. من جانبها بقى شهد سعيد أعلنت عدم مشاركتها في الأولمبياد. على الهاتف أستاذ طارق رضوان المحلل الرياضي. أستاذ طارق أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. صباح الخير عليك يا استاذ طارق. شفت ازاي قرار اللجنه الاولمبيه وتحديدا انه هذا الحدث وهذه الواقعه كانت في ابريل الماضي وكانت شهد سعيد هتشارك في الدوره الاولمبيه في باريس، ولكن الراي العام والسوشيال ميديا كان ليها راي مختلف، وبناء على يعني الحراك اللي حصل على السوشيال ميديا اللي احنا شفناه في خلال الايام الماضيه بناء عليه كان قرار اللجنه الاولمبيه. شفت ده ازاي؟ والله حضرتك انا شفت ان القرار سليم جدا. احنا ملاعبنا والرياضه عندنا واتحاداتنا في حاجه الى مزيد من القرارات والضوابط، مش عيب ابدا. ايوه. واحنا تابعنا كلنا الواقعه بتاعت شهد وجنى يعني طبعا، ودي فيها طبعا سلوك رياضي مش مطلوب بالمره يعني، وخروج على السلوك الرياضي، وهي بالفعل كانت خدت عقوبه وقتها لمده سنه، ولكن الموضوع كان نام يعني او اتنسى. كانت واخده عقوبه سنه بالفعل، ولكن كانت هتشارك في اولمبياد باريس. ماشي. ما هو احنا الجديد هنا ان احنا تم حرمانها من المشاركه بناء على الراي العام. بناء على الراي العام وبناء على حضرتك سلوكياتها وبناء على طبعًا. الخروج على الاعراف الرياضيه. فاحنا مع الاعراف الرياضيه، احنا مع اعاده الانضباط لكل حاجه في حياتنا. احنا محتاجين لمزيد من الانضباط، محتاجين لمزيد من القرارات الحاسمه في امور كثيره. فانا بحيي اللجنه الاولمبيه المصريه وبحيي القائمين على اللعبه. احنا في حاجه لمثل هذه القرارات مهما كان البطل اللي عندنا ومهما كان النجم اللي عندنا، لكن سلوكياته لما تكون خارجه على المعتاد او المطلوب لا ما يلزمناش. احنا عايزين نرسي مزيد من القواعد من العادات والتقاليد الطيبه. النجم ده حضرتك المفروض سلوك لينا كلنا وبيكون قدوه لينا. طبعا مش بيكون حضرتك حد بيخرج عن النص وبعدين انا كمان اكرمه واخده دوره اولمبيه. لا، ده لا يتجزأ عن ده. ارجعي كده حضرتك شوفي بطلنا الاولمبي محمد علي رشوان في سنه 84
عمل ايه في الفاينل لما كان بيلعب مع بطل العالم على الميداليه الاولمبيه بطل العالم الياباني، وعارف ان رجله مصابه، وانه لو لعب على رجله المصابه دي هياخد الميداليه الذهبيه. ما رضيش يلعب على رجله المصابه وخسر وخد الميداليه الفضيه. فلغايه النهارده هو موضع تكريم واحترام من اليابان. امبراطور اليابان كرمه من 4 أو 5 سنوات، وكل الصحف اليابانيه ما زالت تذكره بكل الخير وبكل التقدير. احنا عايزين النماذج المحترمه الكويسه تظهر تاني، مش في الملاعب بس، لا، في الملاعب، في الاعلام، في الرياضه، في الفن، في التمثيل، في الغناء. احنا عايزين ده، احنا افتقدنا ده للاسف الشديد، ومحتاجين مزيد من الضوابط. وانا بحيي كل القائمين على هذا القرار. بس يعني انا سعيده بجزئيتين في هذا الحدث وفي هذا الخبر. اولا انه الضمير المصري وضمير المجتمع المصري لسه صاحي، ان هو اللي لفت النظر لده، وان احنا عندنا برضو مرونة سياسيا، وانه فكرة ان احنا نعدل من قرار او يعني نعيد النظر في قرار، لاننا شفنا ان الحكومة يعني تشوف انه ممكن يكون في قرار اصوب يتم اتخاذه فنعمل ده، نتراجع عن قرار او نعدل قرار. الحقيقة الاثنين شيء ايجابي. وانا متفق مع حضرتك 100%. ومش عيب السوشيال ميديا ان هي تاخدنا اذا كانت مع الصح، ان احنا نروح للصح ده. أيوة. احنا مع ده، انما احنا ضد انه يبقى في حاجات حضرتك في المجتمع والسوشيال ميديا تاخدنا لسكه مش تمام، في طرب، في تمثيل، في غنى. على فكره انا بتكلم مش على الرياضه بس، انا عايز اتكلم كمان على الفن، عايز اتكلم على التمثيل، عايز اتكلم على اغاني. أيوة. في حاجات كتير محتاجه مننا قرارات شبيهه. الخروج على النص يستدعي حضرتك الاستبعاد، مش عايزين حد يخرج على النص. صح. ولعل ما حدث يعيد الانضباط ويخلي اي لاعب في اي مجال يفكر 1000 مره قبل ما يخرج على النص. الخروج عن النص في اي مجال محتاج قرارات زي هذا القرار. بشكرك المحلل الرياضي استاذ طارق رضوان، شكرا ليك يا فندم. طيب هنروح دلوقتي نشوف تقرير عن المتحف الاسلامي، بعدها هيكون معايا ضيفي دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين. خليكم معايا. في قلب القاهرة وفي منطقة زاخرة بعبق التاريخ يقع متحف الفن الإسلامي، شاهداً على فنون العالم الإسلامي عبر العصور. وتتعدى أهمية متحف الفن الإسلامي حدود المكان، إذ يضم بين جنباته مئات المخطوطات النادرة وما يقرب من 100,000 تحفة أثرية فريدة تعكس الفنون الإسلامية من مختلف بقاع الأرض. أنشئ المتحف في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني، وتم افتتاحه عام 1903، وقد مر المتحف بمراحل تطوير مختلفة كان آخرها عام 2010. وفي 24 من يناير عام 2014 تعرض المتحف لخسائر كبيرة وتدمير واسع، وتم تدمير العديد من المقتنيات الأثرية التي يضمها المتحف. ولكي تكتمل منظومة التقدم والتألق، سارعت دولة الإمارات الشقيقة بالمشاركة في هذا الصرح القومي الحضاري لكي تتضاعف الإنجازات. قامت دولة الإمارات بتقديم كافة صور الدعم المادي من أجل إعادة المتحف إلى ما كان عليه كأحد أهم متاحف الفن الإسلامي على مستوى العالم. وتمت الأعمال بواسطة مجلس الدفاع الوطني، وجرت أعمال التطوير والترميم بأحدث الأساليب، وتم تطوير العرض المتحفي بواسطة سواعد ماهرة من المرممين والآثريين وفريق العرض المتحفي الذين ساهموا بالكلمة وبالفعل في إظهار جمال وإبداع فنون الحضارة الإسلامية.
ولأننا قادرون على التحدي، قادرون على أن نزرع الأمل. تم التنفيذ وفق برنامج زمني لترميم المتحف وإعادة تأهيله من خلال الترميم الداخلي والخارجي، كما تضمنت أعمال التطوير تقوية زجاج واجهات المتحف وقاعات العرض. تم تطوير بعض القاعات واستحداث قاعات جديدة بالمتحف، مثل قاعة عصر محمد علي، وقاعة أخرى تحتوي على مقتنيات نادرة من السلاح والعملة، وتم إطلاق اسم الشهداء عليها تأكيداً على العلاقات الأخوية التي تربطنا بالأشقاء في دولة الإمارات. أشرقت شمس حضارتنا الإسلامية، ليظل هذا المتحف خير شاهد على عظمة التاريخ الإسلامي وتميز فنونه التي تعكس أسمى معاني الاعتدال والتسامح، وأيضاً تأكيداً على ما بين مصر والإمارات والمنظمات الدولية وباقي شعوب العالم من تاريخ طويل من التعاون المشترك وعلاقات راسخة تسمو فوق كل الاعتبارات. تحية لكل من ساهم في هذه الملحمة التاريخية والتي جعلت من متحف الفن الإسلامي منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر العصور. نتكلم بقى عن أهم وأشهر المتاحف في محافظة القاهرة، وخير من يحدثنا عنها أكيد دكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين. دكتور مجدي أهلا بحضرتك، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك. بس اسمحي لي بقى ابتدي بشويه اخبار زي ما حضرتك قلتي. في عندنا أخبار تانية غير الأخبار بتاعتي؟ عندنا امبارح عندنا كان حدث مهم جدا. عندنا المتحف او عندنا كان معرض يعني مهم. أيوه. اسمه كده يعني ذهب الفراعنه ورمسيس الثاني وذهب الفراعنه، ودي أيوه. كانت في امريكا وبعدين راح لباريس. كان في جوله احنا على فكره قدمنا عنه خبر وحضرتك كنت معانا. لكن هو الاهم والاخطر عندنا يوم الخميس ان شاء الله. عندنا طبعا مرور 225 سنه على اكتشاف حجر رشيد. ده الحجر مهم جدا. ارجو كل المصريين ان شاء الله يوم الخميس، ارجوكم بالليل كده أيوه. نحط كل البروفايل بتاعنا حجر رشيد عشان نقول لكل العالم ان هذه القطعه الفريده العجيبه هي قطعه مصريه، ونتمنى في يوم من الايام ان تعرض في المتحف المصري الكبير، وان تكون هذه القطعه هي اهم، بيسموها القطعه المفتاح. أيوه. فنتمنى عودتها لارض مصر. في نفس اليوم عندنا معرض مهم جدا لدوله مهمه جدا، وحضرتك جبتي خبر بخصوصها، هو الصين. عارف أيوه. ان دلوقتي علاقتنا في الصين وروسيا البريكس، احنا داخلين يعني نهضه مهمه جدا، مش بس سياسه واقتصاد، ده كمان ثقافه. فالصين تاخرت شويه في دخول العلم المصري عندها، فاحنا في معرض حوالي 781 قطعه اسمه كده قمه الهرم، ودي عنوان كويس قوي. أيوه. مجموعه من القطع مختاره هتتعرض في الصين، هتقعد حوالي 13 شهر. فالمعرض ده انا شايف ان هو يكون بدايه يعني مهمه جدا لفتح سوق جديد للسياحه المائيه المصريه في الصين، لان عارف حضرتك الصين دوله يعني مهمه جدا، دوله ذات حضاره، عدد شعبها معدي المليار، وبالتالي بعتقد ان هذا المعرض هيكون بدايه فتح جديد. ويكفي ان قبل افتتاحه من حوالي اسبوعين 3 اشتروا فيه 300,000 تذكره. أيوة. فاحنا بنتكلم عن معرض مهم
فان شاء الله يوم الخميس عندنا حدثين ثقافيين انا بعتبرهم مهمين جدا، ولكن بالنسبه لي الاخطر والاهم هو يعني ذكرى حجر رشيد. فارجو كل المصريين، وانت حضرتك يعني كان لك طرح مهم جدا مع الناقد الرياضي، تاثير السوشيال ميديا وتاثيرنا احنا. صحيح. فاحنا تاثيرنا بقينا مؤثرين قوي بالظبط. فتخيلي لو 50 مليون يوم الخميس حطوا البروفايل بتاعهم حجر رشيد، كل واحد عنده 5000 اعتقد ان 10% على الاقل هيكونوا اجانب هيشوفوهم فان دي هتبقى رساله مهمه جدا للعالم الخارجي ولهذه الدوله. ودي دعوه بقى مهمه من دكتور مجدي شاكر ان احنا الخميس القادم كلنا نشير على البروفايل بتاعنا حجر رشيد عشان صحيح نفتخر بيها والحفاظ على يعني نقول بعض الدول يعني اللي هي دايما بتتكلم مصر احنا حجر واحد بقى له 225 سنه مكتشف، فاحنا بلدنا يعني كلمه 7000 سنه دي بزعل منها قوي لان احنا اقدم من كده بكتير قوي. ايوه. طيب دي نشره اخبار سياحيه سريعه دي خاصه بقى بدكتور مجدي شاكر. نروح بقى لموضوعنا، المتاحف في القاهره عددهم قد ايه واهم واشهر المتاحف الموجوده في القاهره على مستوى العالم؟ المتاحف اولا كلمه متحف دي شيء مهم جدا وانا بحلم ان مصر يكون عندها في كل قريه متحف، وزي ما قال يمكن عبد الحليم حافظ بعد ثوره 52 ان يبقى في اوبرا كمان في كل قريه. نفسي في كل مجلس قروي صغير تعمل متحف القريه حتى لو ما كانش فيه اثار. احنا للاسف الجيل اللي طالع بدا يفقد يعني جزء كبير من هويته. أيوة. فاحنا حتى في المتاحف يعني كان زمان مثلا في حاجه اسمها الطنبور والساقيه والنورج والحاجات التراثيه واعتقد ان ما زالت بعضها في البيوت. فاحنا لو عملنا غرفه في المجلس المحلي وكتبنا عليه متحف، كلمه متحف في حد ذاته نوع من الثقافه. فنتمنى ان مصر، طبعا مصر في المرحله الاخيره كانت في نهضه غير عاديه. عدد المتاحف في مصر حوالي 77 متحف، منهم اثار 41 متحف. لا يقيم يعني هذا العدد بوضع مصر لا. يعني حضرتك بره امريكا يمكن اكثر من 4000 متحف، تحس فيه تيجي 7000 متحف. هناك بيعملوا متحف لكل شيء واي شيء. انا حضرت احد المتاحف عاملينه للفيلم بتاع روكي بالباو. يعني سلسله روكي عاملين له متحف. دوله زي ايران خدت الديكور بتاع مسلسل يوسف وما زال كمتحف حتى الان. فطبعا هو في نهضه ما نقدرش ننكر، وفي السنوات الاخيره حصل اعاده يعني تطوير لحوالي 24 متحف. وفي 10 سنوات الاخيره ده يمكن ده الولي. انا بس عايز افكر حضرتك قبل المتحف الاسلامي احنا كان لنا متحف ملاوي. هذا المتحف اللي للاسف دخلت عليه الجماعات الارهابيه خدت اكتر من 1056 قطعه دمرته تماما. والدوله كانت ذكيه جدا ان اول متحف اعيد ترميمه كان هذا المتحف، لان المتحف ده كان اول متحف كان عانى من الارهاب. فالدوله في السبع او العشر سنوات الاخيره يعني عملت نهضه. انا بعتبر ان كان اهم يوم كان يوم اعتقد يوم 31 اكتوبر، كان الكلام ده يوم سبت في 2020. حضرتك هتقولي ليه؟ لان في اليوم ده كان السيد الرئيس مع ولي العهد في المملكه العربيه السعوديه بيفتتحوا متحف شرم الشيخ. وفي الفيديو كونفرنس افتتحوا متحف كفر الشيخ ومتحف المركبات الملكيه اللي موجود جنب مسبيرو. فتخيلي ان بلد في يوم واحد تفتح 3 متاحف، كانت رساله لكل دول العالم ان هذه الدوله يعني عايزه يعني ترجع بقوتها الناعمه. ليه؟ لان حضرتك هي الدوله دي وضعت في فصل المقومات السياسيه في الدستور، وضعت الماده 47 و48 و50 الخاصه بالحفاظ على الهويه الوطنيه لهذا البلد. فمن ضمنها المتاحف. حضرتك تقول لي ايه قيمه المتاحف؟ المتحف الناس معتقده ان انا بروح ازور اثار وبس، لا. المتحف له دور ثقافي ودور سياحي ودور اقتصادي ودور سياسي ودور تعليمي. يعني حضرتك دلوقتي طبعا ممكن وانت ماشي رايحه خدي ابنك وبنتك، اخدوا الاطفال اعمل بيهم في المتحف. حتى لو ما كانش لهم نشاط متحفي، في حاجه اسمها نشاط في المتحف او مدرسه المتحف، في صلصال، في رسومات. ارجوكم الناس بتروح للمتحف ما تعرفش ايه اللي ممكن يقدمه. في كل متحف دلوقتي في اداره اسمها اداره الوعي الاثري. ارجوكم انت بتقطع التيكت بتاعك اسال على اداره الوعي الاثري، هتلاقي الاداره دي في حد ممكن يشرح لك كل شيء بالعربي او باللغات اللي انت عايزها. هتلاقي كمان غرفه فيها يعني رسومات وفيها صلصال. كمان في بعض دلوقتي في التدريب الصيفي ارجوكم روحوا المتاحف عاملين حاجه اسمها مدرسه المتحف. يعني يقدر يعلم بعض الاولاد الاشغال اليدويه ويقدر يتعلموا اللغه المصريه القديمه، وبعدين يقدر كمان يعلموا الرسم. ده حلو جدا. يعني بدعو كل يعني لكل الناس بقى احنا في الصيف ومحتاجين الاولاد يمارسوا انشطه، فنسال على مكان آمن. المدرسه الموجوده، مدرسه المتحف. روحوا مدرسه المتحف وفي بعد كده روحوا اسالوا على اداره الوعي الاثري في المتحف. فيهم ناس شباب كويسين جدا دارسين اثار، سواء متطوعين او من اهل او من الناس اللي شغالين في المتحف، هيدوكم معلومات مهمه جدا جدا عشان ما يبقاش مجرد يعني مشاهده للقطعه واحنا مش عارفين قصتها ايه. اتمنى كلمه لازم نودي اولادنا المتاحف ولازم نزور المتاحف. وعارفه حضرتك الغرب بيجي عندنا يعني متشوق للموضوع ده جدا طبعا. فارجو ان انت مش تروح المتحف مش مجرد تروح عشان تتفرج الاثار، بعد ما تتفرج الاثار ارجوك ساهم في جزء من نشاط المتحف. اعمل صور كتير واعمل نزل صور المتحف، لان دي انت يعني سفير لبلدك.
فانت لازم تعمل في هذا الموضوع. انما مصر في السنوات الاخيره عندنا اكتر من 24 متحف في الدوله اعادت تاهيلهم. عندنا متحف سوهاج، لو حضرتك تذكري كده من اول المتاحف اللي اهتموا بيها، متحف ملاوي، شرم الشيخ، كفر الشيخ، الملكات الملكيه، قصر البارون برضو لانه عباره عن متحف. فالدوله لازم نفرق بين انواع المتاحف. عندنا متاحف اسمها متاحف قوميه اللي هي الاربعه، زي المتحف المصري الكبير، المتحف القبطي، المتحف الاسلامي، المتحف اليوناني الروماني. دي متاحف بتضم اكتر من 100,000 قطعه كل متحف. عندنا في متاحف تانية اسمها متاحف تاريخيه، زي اللي هي قصر محمد علي، الحاجات اللي هي خاصه بالتاريخ اسره محمد علي. أيوة. عندنا متاحف تانية اسمها متاحف متخصصه، زي متحف التحنيط، متحف الموزاييك. ففي انواع من المتاحف. في متحف اسمه متحف موقع، يعني ايه؟ بمعنى اثر طلع من يعني متحف اسمه امحوته في سقاره، أيوة. يعرض الاثار اللي اتعرضت طلعت من سقاره. أيوة. متحف طل بسطه في الشرقيه، يعرض الاثار اللي كانت في المنطقه نفسها. وبالتالي يعني لازم ايه يبقى انا عندي رؤيه لهذا الموضوع. فالدوله في السنوات الاخيره بتصرف ارقام مهوله. واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك عشان حضرتك عشان تعملي متحف احنا بنتكلم على ارقام يعني تتعدى الملايين. كبيرة ليه؟ جدا. لان مبنى المتحف بيختلف عن المبنى العادي. كمان طريقه العرض وطريقه الابهار واستخدام التكنولوجيا حاليا. بالزبط. طبعا الدوله كمان في السنوات الاخيره انا بعتبر عمل انا بعتبره مذهل جدا، دخل القطاع الخاص في المتاحف. واحد يقول ازاي؟ متحف الغردقه الناس اللي ما تعرفوش ان المبنى قطاع خاص فعلا. يعني واحد بناه أيوه. بمواصفات الاثار وقدمه. طب هو يستفيد ايه؟ يستفيد بالاوبن كورت اللي بره. اولا هيعمل بازارات، هيعمل معارض، هيعمل اللي عايزه بره. انما في داخل المتحف لا، هو بتاع الاثار فقط. انما هو يستفيد من الايه، من الحاجات الجزء الخارجي. فدي كان نشاط مهم جدا. لو حضرتك رحتي متحف المصري الكبير، الاداره في افكار كتيره على حاجه بتقولوا ده فكر، افكار كتيره قوي لمشاركه القطاع الخاص مع الحكومه. ما هو كان زمان لما تيجي تقول واحد استثمر في الثقافه يقول لك ثقافه يا عم. ما تعرفوش دلوقتي ان الاوبن كورت بتاع المتاحف بقت فيه فعاليات ثقافيه مهمه جدا. أيوة. بقت فيه دلوقتي حاجات للفاشونز، عروض موسيقى، عروض اغاني. يعني حضرتك لو عديت على متحف الحضاره كل ليله هتجدي فيه نشاط فني. يعني بطوله الاسكواش الاخيره دي بطوله عالميه كانت في داخل متحف الحضاره. أيوة. واحد يقول لي علاقه، لانه خلاص المتحف تحول دوره مش مجرد فقط عرض اثار، لكن هو ثقافه. الثقافه بتشمل كل انواع الفنون. وبالتالي المتاحف دلوقتي لا يقتصر دورها فقط على عرض الاثار. حتى في الدباجه بتاعه المتحف المصري الكبير هو كده مسمينه، هو مؤسسه ثقافيه يعني ترفيهيه اقتصاديه حضاريه، يعني بيضم كل هذه الاشياء. وبالتالي احنا عندنا فرصه في اجازه الصيف. واحد يقول لي طب انا عايز اروح اتفرج على المتاحف في القاهره، خلينا في القاهره. ارجوكم روحوا زوروا المتحف المصري اللي موجود في التحرير. هذا المتحف اللي بدا يتنفس. يعني ايه؟ لان كانت الاول بتخش تلاقي اثار كتير جدا. دلوقتي بدا يخرج مجموعه من المتحف الكبير. وارجوكم اللي بزعل اول واحد يقول لك ده خلاص خدوا منه الاثار. ابدا والله، اذا خدنا منه توت فما زال في كنوز تنيس. ارجوكم روحوا زوروا كنوز تنيس للملك بوسنيس الاول. الناس اللي هتشوفه هتقول الله، ده احنا عندنا حاجه توازي توت. الناس اللي ما تعرفوش زي ما عندنا الفرعون الذهبي اللي هو توت، عندنا الفرعون الفضي بكل مقتنياته. يعني الناس اللي مش متخصصه لو بصيت على الماسك بتاع توت والماسك بتاع بوسنيس والله ما تعرفي ايه الفرق. رائع. بوسنيس قطع مجموعه من الاثار. وبقول للسيدات اللي بيحبوا الذهب وبيحبوا الفضه هيسعدوا الاكسسوارات اللي معروضه في كنوز تنيس مذهله. ايه تاني من اهم المقتنيات اللي موجوده لسه في متحف التحرير حاليا؟ بص على ظهر ال 200 جنيه الكاتب المصري اللي هو موجود طبعا، اغلى عمله عندنا موجود. أيوة. عندنا تمثال الملك زوسر موجود. عندنا مزارة الملك اخناتون اللي هو ابو توت عنخ امون موجود. عندنا مجموعه اسمها يويا وتويا. ارجوكم يا جماعه اقروا عن يويا وتويا. دول جد الملك توت عنخ امون وامه وبنتهم اللي هي تي ام اخناتون. مجموعه يعني لان الناس بتعتقد ان توت هو المقبره الوحيده اللي لقيناها. مقبره توت احنا لقيناها كامله، مقبره بوسنيس اللي هي او المعروضه كامله. أيوة. يويا وتويا دول كانوا مهمين جدا جدا. ارجوكم اقروا عن الناس دول. بس في ناس بتقول ان دول سيدنا يوسف وبتاع، طبعا الكلام ده نسبه علمين. حتى اذا كان كده روحوا اتفرجوا. الموميتين موجودين، العربه الحربيه بتاعته، الماسك موجود هو ومراته. شكله كمان لانه خواجه شويه شعره اصفر، واحنا والله المصريين عندنا حتى الان عيون ملونه وشعر اصفر. أيوة. لان الناس تقول لك هو المصريين شعرهم اصفر. ايوه انتم مستغربين ليه يا جماعه؟ والله كانوا موجودين. صحيح. وعندنا الملكه حتشبسوت عينيها خضراء وملونه، والتمثال بتاعها موجود في القاعه او موجود في الدور الاول، روحوا اتفرجوا عليه. وبالتالي المتحف المصري اللي موجود في التحرير مهم جدا جدا. ارجوكم روحوا زوروا المتحف القبطي لانه من ضمن طب انا عايزه ارجع، خلينا بس لسه في متحف التحرير نعرف بدايته ونشأته. ده من اول المتاحف. احنا اول دوله بدانا متاحف في العالم. يعني بدانا يعني مع دول، احنا بدانا 1835 كان محمد علي هو اول واحد يعمل متحف. عمله في الازبكيه، ثم انتقل لباب اللوق، ثم او بولاق، ثم انتقل للجيزه، ثم
ثم 1902 نقلناه للمتحف اللي هو موجود المقر بقى المعروف دلوقتي اللي في التحرير. ماسبيرو طبعا، ماسبيرو ده يعني اللي اسم المبنى من اهم علماء المصريات في العالم هو ماسبيرو، اللي سمى تقديرا لجهود هذا الرجل في علم المصريات وتقديرا لدوره بنوا او سموا هذا المتحف او سموا هذا انا بعتبره متحف، لان احنا هذا المبنى المهم جدا اللي هو ماسبيرو ما زال يعني مهم جدا. فارجوكم روحوا زوروا المتحف المصري اللي موجود في التحرير، روحوا عند منطقه باب الخل طبعا جنب العتبه، هنزوروا المتحف الاسلامي اللي حضرتك اشرت اليه. احنا للاسف وقتنا انتهى يعني، لا هنكتفي بالمعلومات اللي احنا قدمناها. حضرتك طبعا اسعدتنا في الوقت ده بالمعلومات اللي احنا قدمناها، وهنستكمل كلامنا في حلقات قادمه أتمنى. طبعا. وحضرتك قدمت يعني دعوه اساسيه. لسه معانا وقت نلحق نتكلم؟ معانا وقت. انا عايز الناس بتوع اسكندريه عشان الناس احنا اللي في المصيف روحوا زوروا متحف من اجمل يعني يعتبر ده المتحف الوليد، متحف اسمه اليونان الروماني. هذا المتحف اليونان الروماني تحفه فنيه، وعملوا له دلوقتي، هو كان مقفول من 2015، اللي عملوا ليه اعاده يعني بناء واعاده عرض مهم جدا. فارجوكم خدوا ساعتين وروحوا زوروا المتحف اليونان الروماني. حلو. روحوا زوروا المجوهرات الملكيه للناس اللي عايزه مجوهرات وبيحبوا الذهب في قصر الاميره فاطمه في اسكندريه. قصر الاميره فاطمه في اسكندريه. شكرا دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين، نورتنا كالعاده. شكرا ليك يا فندم. شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا. الاسبوع القادم حلقه جديده ويوم جديد. شكرا لكم.